بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم الأحد الخامس من مارس 2023. بالأمس وبعد سفر الجنرال البرهان إلى الدوحة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نموا، وعودة حميدتي من الإمارات بعد زيارة استمرت لأكثر من أسبوع. بالأمس كان حميدتي هو رأس الدولة، هو القائم بمهام رأس الدولة في ظل غياب البرهان كما قلنا. وخلال وجوده بالأمس في القصر الجمهوري عدد من النشاطات قام بها حميدتي، أهمها افتتاحه لورشة مصفوفة أو شرح مصفوفة السلام المعدلة التي كانت الورشة في أكاديمية الأمن العليا. دعا حميدتي خلال كلمته أطراف العملية السلمية إلى مضاعفة العمل من أجل تنفيذ اتفاق السلام وفق المصفوفة المحدثة. وجدد حميدتي خلال مخاطبته للورشة دعوته للحركات غير الموقعة للانضمام للاتفاقية، داعيا المجتمع الدولي والمانحين إلى حشد الدعم لتنفيذ اتفاق السلام. أيضا لدى لقاء اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة، حميدتي بصفته نائب رئيس مجلس السيادة وجه باتخاذ إجراءات فورية لمواجهة المتفلتين والخارجين على القانون. وبعد ذلك أتى دور الشرطة، وعقب لقاءه بمدير عام الشرطة المكلف الفريق شرطة نصر الدين عبد الرحيم، قال مدير عام الشرطة المكلف: قدمت تنويرا لنائب رئيس مجلس السيادة حول تطورات الأحداث الأخيرة والتي أدت لمقتل أحد المتظاهرين، وأكدنا له أن الإجراءات تسير وفقا للقانون، وتم رفع الحصانة عن منسوب الشرطة وتسليمه للنيابة لمباشرة مهام القانونية إحقاقا للحق والعدالة. وذكر مدير عام الشرطة المكلف بأنه حميدتي وجه بضرورة أن تكون المحاكمة عادلة وشفافة ومعلنة. هذا كان دور أو لقاءات حميدتي بالأمس بصفته رأس الدولة المكلف في ظل غياب الجنرال البرهان. طبعا كان من المتوقع أن يكون خطابه في أكاديمية الأمن العليا أن يكون خطاب ناري، ولكن الخطاب كان حميدتي بالتأكيد بالأمس لبس رداء رأس الدولة، رداء الرجل السياسي، ولم يثر أي أحاديث تثير اللغط بالأمس، ولكن ترك هذه المهمة لعبد الرحيم دقلو أخوه. تحدث عبد الرحيم دقلو بلسان حميدتي بالأمس، ووجه رسائل نارية، يعني قد تكون من أقصى الرسائل التي تم توجيهها من الدعم السريع في الفترة الماضية. عبد الرحيم دقلو قال في خطاب ناري: طالب بتسليم السلطة للشعب، وقال رسالة لإخواننا في السلطة: سلموا السلطة للشعب بدون لف أو دوران. عبارة قاسية وقوية حقيقة. وتعهد دقلو بعدم السماح بقتل أي متظاهر، وقال: من الليلة وصاعدا لن نسمح بقتل الشباب المتظاهرين. وذكر أيضا دقلو أنه لن نسمح باعتقال السياسيين. رسائل قوية جدا قالها عبد الرحيم دقلو، بالتأكيد هي رسائل حميدتي ولكن على لسان عبد الرحيم دقلو. إذا حللنا قليل من التحليل بما حدث بالأمس، نذكر أنه حميدتي أرسل رسائل للجميع. أرسل رسالة للأمن لأنه قام بإلقاء كلمته من داخل أكاديمية الأمن العليا، وأرسل رسائل للحركات المسلحة بأنه ملف السلام لا زال بيدي، رغم توقيع كباشي على المصفوفة المحدثة، فإن ملف السلام لا زال عندي. وأرسل رسالة للشرطة بأنكم أنتم أيضا، نحن أيضا في السلطة. وبالتالي استدعى مدير عام الشرطة المكلف، واستدعى أيضا رئيس هيئة الأركان المشتركة. هذه رسائل للقوى العسكرية بأنكم، نحن لازلنا، أنا كرئيس نائب رئيس مجلس السيادة لا زلت أرأس الجميع. بقيت رسالة الشارع، رسالة وجهها عبد الرحيم دقلو بالأمس
للشارع، وتحدث بلسان الشارع بأنهم لن يسمحوا بقتل المتظاهرين. وهذا الحديث بالرغم من أنه قد تكون هنالك عدد من الحساسيات من الدعم السريع، ولكن هذا الحديث بالتأكيد يريح الشارع بأن هناك قوى عسكرية سوف تمنع قتل المتظاهرين. أيضا رسالة للأحزاب بأنه لن يسمحوا باعتقال السياسيين، والرسالة الأقوى كانت للبرهان بأن سلموا السلطة بدون لف أو دوران. في الدوحة ولدى مخاطبته قادة قمة الدول الأقل نموا، قال البرهان: نسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بتعزيز الشراكة مع الأصدقاء والأشقاء في العالم. ودعا البرهان شركاء التنمية من الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية لتقديم العون للسودان في هذه المرحلة ومعالجة قضية الديون في السياق الدولي والإقليمي. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحدث أيضا عن السودان وقال أن الاتفاق الإطاري يوفر مخرج من المأزق الحالي في السودان. في ولاية الخرطوم أصدرت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم بالأمس جدول خاص للتظاهر خلال شهر مارس الجاري، ووعدت خلاله بتظاهرات غير معلنة، وجدول خاص لشهر رمضان المبارك. وتضمن الجدول تظاهرات مركزية في أيام 8 و14 و21 من مارس الجاري. في غرب دارفور أعلنت الهيئة النقابية لأطباء غرب دارفور الدخول في إضراب مفتوح عن الحالات الباردة اعتبارا من أمس السبت، احتجاجا على تعيين قيادي بالنظام البائد مديرا للوزارة، مدير عام لوزارة الصحة بالولاية. في ولاية الجزيرة وفي المدني تحديدا أقر الاجتماع المشترك بين وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة وممثلي لجنة المعلمين بالولاية تعليق إضراب المعلمين لمدة أسبوع بدءا من اليوم الأحد، وتكوين لجنة برئاسة الوزير لمتابعة استحقاقات المعلمين. نذكر أنه لجنة المعلمين بولاية الجزيرة هي اللجنة الوحيدة التي لم تعلق الإضراب حسب قرار لجنة المعلمين المركزية في الخرطوم. في شرق السودان المجلس الأعلى للبيئة جناح عبد الله أدروب رفض ما اسماه بالتحالف بين ترك وآخرين ضد موضوع مسار الشرق، وطالب بمنبر تفاوضي جديد وهدد بإغلاق الشرق حال عدم تطور الأمور كما يريد. في الشأن الاقتصادي، والآن نحن على أبواب وعلى أعتاب حصاد القمح، نذكر أن ارتفاع التكاليف في زراعة القمح وغياب تدخل الدولة لشراء القمح وانخفاض سعر القمح خاصة مع ورود القمح الأثيوبي، فمن غير المتوقع ارتفاع أسعار القمح في السوق المحلي. كما قلنا خاصة مع الفائض الكبير في القمح الأثيوبي، لأن إنتاجية القمح الأثيوبي حوالي 20 شوال في المتوسط الفدان، والإنتاجية لدينا 8 ل 10 شوال في الفدان، تقريبا نصف إنتاجية القمح الأثيوبي. تتراوح التكلفة كما قال المزارعون بين 280 إلى 300 ألف جنيه للفدان. كل الظروف هذه السنة سوف لن تكون في صالح المزارع، وستتراكم عليه الديون بالإضافة إلى ديون السنة الماضية ما لم تتدخل الدولة وتشتري القمح بسعر يضمن للمزارع أن يقوم السنة القادمة بزراعة القمح، وقبل ذلك أن يقوم على الأقل هذه السنة بتغطية ديونه مع القليل من الأرباح. دعم المزارعين والمنتجين هي مهمة الدولة بالتأكيد. يمكنكم تنزيل هذه الرسالة أو سماعها من على صفحتي في تويتر @mcapitalOHD SCapitalALM. وفي الختام سلام.